السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. فطرنا النهاردة فطار مصري اصيل. هنعمل احلى شوية قلقاس بالخضرة. اول حاجة معايا مية بتغلي، هنزل باللحمة. وقلقاس يعني ماسورة حلوة تظبط لك الشوربة علشان تاخدي احلى شوية قلقاس. نزلنا باللحمة اللي معايا كده، واللحمة يا جماعة شطفها شطفة كده تحت الحنفية، بس ما تبلغيش قوي. تمام، انا بشطفها مكان ايدين الجزار. هتظهر معاكي الريمة دي شيليها. ننزل بقى ببصلاية وحباية طماطم، حباية جزر. وطبعا بقى ايه الورق اللورة. وحبهان وقرفة ورشة فلفل اسود. وما تبالغيش قوي طبعا في الاضافات دهيت علشان تفضلي محتفظة بطعم اللحمة. تعالوا اقول لكم بقى طريقتي في القلقاس. جبنا السلق وغسلناه غسيل كويس جدا، وشلنا الساق. وكمان كزبرة خضراء. زي ما انتم شايفين كده، بقول لكم بناخد الورق بتاعها بس السيقان لا طبعا. هبتدي انزل بقى بالسلق معايا. وهخرطه بالمخرطة بتاعة الملوخية. عندك كبة على طول اشتغلي فيها، مفيش أي مشكلة. تمام. أنا بحب أعمله بالمخرطة بتاعة الملوخية. بعد ما خرطناه كده، هبتدي بقى إيه أخد كل السلق اللي أنا خرطته ده وأسيبه في مصفى كده يصفي ميته إيه اللي فيه. زي ما أنت هتشوفوا معايا دلوقتي. القلقاس طبعا أنا كنت مفرزاه. ناخد بقى كمية الشوربة بتاعتنا المناسبة. تمام. طبعا في الوقت ده أنا سايبة اللحمة بتاعتي بتستوي على نار هادية زي ما أنتوا شايفين كده. طبعا السلق بقى انا صفيته من الميه اللي كانت فيه. تمام. هاخد الميه دي يا جماعه، هنزل على القلقاس بيها، طبعا هتعزز معانا اللون وهتديله لون حلو. تمام، يبقى الميه دي مش هنرميها، هناخدها اللي صفيناها من السلق كده. وهنضيفها على القلقاس، هتديله لون حلو ايه، وتخلي لونه اخضر حلو كده معانا. نبتدي بقى ايه؟ السلق بتاعنا. نشوحه كده الاول ينشف من الميه، واروح نازله بقى بمعلقتين سمنه بلدي حلو، بس قبل كده ظبطت الملح بتاع القلقاس ورشه فلفل اسود. وكل ده سايباه على نار هاديه لحد ما ايه ما احمر السلق بتاعي، لانه بياخد وقت في التحمير. يعني ما تعليش على القلقاس خالص، على اهدى نار وسيبيه. على ما تحمري السلق معاكي. تمام. نزلت بمعلقتين سمنه كده. وافضل اشوح فيه لحد ما هياخد اللون اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. تمام. لحد ما ياخد اللون ده. حضري بقى التوم بتاعك. نزلت بمعلقه توم كده مهروسه. وكمان معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. شوحي بقى لحد ما تشمي الريحه الحلوه كده، وانزلي على القلقاس بتاعك. وابتدي بقى ظبطي النار وسيبي بقى يكمل سواه. تمام. علشان تاخدي احلى شويه قلقاس بالخضره، امشي بالاسلوب ده في القلقاس، هيطلع معاكي حلو جدا. ينزل بقى بالحاجات الحلوه كده. طشه القلقاس بتاعتنا اللي بتخلي بصي قلب الدنيا من ريحتها. طبعا بقى هسيبه يكمل بقى سواه يا جماعة. على ما نعمل أحلى شوية رز بشعرية. نزلنا بمعلقتين سمنة كده، وننزل بكمية الشعرية، وطبعا عملت معاكم الرز ده كتير. عشان يطلع معاكي الرز بشعرية حلو، ونص كمية الرز شعرية حمري كده. هنا بقول لكم ان القلقاس بيستوي اهو يا جماعة، بقى بيكمل سواه زي ما انتم شايفين كده، لونه بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. واللحمة برضو بتكمل سواها. حمري الشعرية كويس كده. تكوني غاسله الرز ومصفيه من الميه، انزلي بالرز بتاعك واديله تشويحه لحد ما تسمعي صوته كده بيتخنق معاكي في الحله. تمام. ننزل برضو بالملح. في الوقت ده بقى برضو معايا جنبي ميه بتغلي كالعاده، طبعا هنزل على الرز بتاعي بميه بتغلي علشان تسرع من السوى. زي ما انتم شايفين، مجرد ما نزلت بالميه بتغلي والرز بتاعي سخن غلي على طول، ما بياخدش مني اي وقت، غطي يتشرب. وسيبيه على نار هاديه يكمل ايه، يكمل سواه. اللحمه بتاعتي استوت وبقت زي الفل. نطلع بقى اللحمه على معلقه زبده حلوه كده. علشان نديها تشويحة حلوة كده، مع رشة ملح بقى، مع رشة فلفل اسود، حاجة كده تحفة. زي ما بقول لكم النهاردة فطارنا فطار ايه مصري اصيل. فطار كده يرد العظم. ننزل بقى على اللحمة بتاعتنا دي برشة فلفل ورشة ايه ملح. ونديها تشويحة في الزبدة كده. بتبقى طعمها حلو جدا. تمام. ومعلومة يا جماعة، مجرد ما اللحمة تستوي معاكي ما تسيبهاش في الشوربة، لأنها لو فضلت في الشوربة بتغير طعمها. تمام. تعالوا بقى نعمل احلى شويه لسان عصفور. اقول لكم على طريقتي في لسان العصفور. نزلت بمعلقه سمنه بلدي حلوه كده.
وهنزل بكوباية لسان عصفور، وهنزل بقطعة من القرفة الخشب، وكمان ورقة واحدة من ورق اللورة. بجد هيفرقوا جدا في طعم لسان العصفور، هما بيتشوحوا كده مع بعض، وهيدوله ريحة وطعم حلو جدا. هتعامل معاه معاملة الرز، يعني هسويه زي الرز بالظبط. نزلت عليه بالمية بتاعتي اللي بتغلي، ورشة فلفل، ورشة ملح صغيرة جدا، واعملي حساب اللي انت هتضيفي الشوربة هيبقى فيها ملح. تمام. يغلي ويتشرب، هدي النار لحد ما يستوي زي ما هتشوفوا معايا كده بقى زي الفل. نبتدي بقى وقت الايه، وقت الغرف، نديله بقى الشوربة بتاعته، يعني نزوده الشوربة في قلب الطبق زي ما هتشوفوا معايا كده. طب الخطوة دي أنا باحب أعملها أوي في لسان العصفور، لإن بيفضل محتفظ بقوامه، ما بيتضاعفش حجمه، وبيبقى حلو جدًا ويشرّفِك قدّام أي حد أنتِ عازماه. تمام؟ بسم الله ما شاء الله، شوية لسان عصفور طعم وريحة في منتهى الجمال. تعالوا بقى نغرف القلقاس بتاعنا، لونه حلو جدًا، وبجد طريقته ما فيش أسهل من كده، بيطلع معاكِ تحفة جدًا. يبقى السلق بتاعِك بعد ما تضربيه في الكبة أو تخرطيه بالمخرطة زي ما أنتم شفتوا معايا كده، حطيه في مصفى يصفي المَيّة الخضرا اللي فيه دي كلها، وضيفيها على الإيه، على القلقاس معاكِ، هيدّي له لون حلو جدًا. والرز بشعرية خلص خلاص وبقى زي الفل، ومفلفل وحلو جدًا، ما بياخدش منِّك إيه، وقت في السوا خالص. هو ده كان فطارنا يا جماعة، فطار حلو جدًا وسهل جدًا في أجواء الشتا اللي إحنا فيها دي. مع طبقين سلطة بقى والعصير بتاعِك، أحلى فطار بجد وسهل ومش هياخد منِّك أي وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.